الحقيقة إن الحياة مش سباق، ومش لازم يكون عندك حاجة علشان تحس إنك عايش. سر الحياة اللي محدش بيقولك عليه، كلنا بنجري ورا النجاح، علاقات، فلوس، وبنحاول نحقق حاجات كتير وكأن الحياة سباق. بس ساعات بنقف مع نفسنا كده ونسأل، أنا بعمل كده ليه؟ إيه الحاجة اللي فعلا بتدي معنى للحياة؟ الحقيقة إن الحياة مش سباق، ومش لازم يكون عندك حاجة علشان تحس إنك عايش. في دراسات علم النفس لقوا إن أهم 3 حاجات بتحدد مدى رضا الإنسان عن حياته هم ال3 حاجات. رقم 1 العلاقات القوية. مش شرط يكون عندك دايرة كبيرة من الناس، لكن وجود شخصيتين أو 3 في حياتك تقدر تتكلم معاهم بصدق بيفرق في مستوى سعادتك من أي فلوس أو نجاح تاني. تاني حاجة الشعور بالتقدم. مش لازم تنجح نجاح ساحق، لكن مجرد إنك كل يوم تحس إنك أحسن من اللي قبله حتى لو بشيء بسيط، ده بيخليك حاسس إن لحياتك قيمة. تالت حاجة القدرة على الاستمتاع بالحاضر. ناس كتير بتعيش يا إما في الماضي تندم عليه، يا إما في المستقبل وخايفة منه، لكن اللي بيعرف يستمتع بحياته فعلا هو اللي بيقدر يوقف لحظة ويقدر الحاجات الحلوة اللي عنده دلوقتي. الدنيا مش مثالية وهتواجه تحديات طول الوقت، بس لو فهمت ال3 حاجات دول حياتك هتتحسن بدون ما تحس. متنساش لو الفيديو عجبك تعمل لي لايك وتعليق وتنشر الفيديو، لعل وعسى حد يستفيد. سلام.